السلام عليكم، مرحبا بكل متابعين شان لمتنا في كوجينتنا. ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله باش نحضر مع بعضنا وصفة التكوى. الاسم غريب شوي. الوصفة تقريبا احنا ما نعرفوهاش في الجنوب التونسي، لكنها مشهورة في تونس العاصمة وخاصة في باب السويقة. فما ناس تحترف الصنعة هذه وتخدمها وتبيعها، ربي يعينهم ويجيب لها من القسم. حصيلوا اللي يحب يشريها حاضرة تونس باب السويقة، اللي يحب يحضرها وحده في الدار ياخذ 200 غرام جلجلان. بالطبيعة جلجلان هو الجلجلان الأحمر كما تلاحظوا، نقيناه نظفناه وحمرناه. 200 غرام عليهم 50 غرام سكر محور، تنجموا تزيدوا حتى 70 غرام سكر محور. السكر متاعها يجي معدل ومزيان. لهنا حاجتي بشويه من ماء العطرشيه ولا ماء الورد والا ماء الزهر اللي عندك. الفايده تكون نوع من المياه العطريه. طريقه التحضير سهله وبسيطه، تو نشوفوها مع بعضنا. مش ناخذ هنا لاندو تروا، باش نبدا نلحي فيها الجلجلان ومعها السكر المحور. في اصل الوصفه هذه راهي تصير بالمهريز، يعني لهنا يهرسوا الجلجلان مع السكر المحور. وقبل راهو ما كانش موجود السكر المحور على فكره، كانوا يحوروا السكر قبل وبعد يزيدوه الجلجلان ويبداو يهرسوه الكل مع بعضه. هذوما المعلومات خذيتهم من عند مراه تونسيه اصليه، ربي يبارك لها ويطول في عمرها. باهي لهنا باش نبدا انا مش نستعمل الآلة، مش باش نستعمل المهريز. بالنسبة للآلة هذه هي الآلة المولينكس، هي راهي رائعة جدا كيف ترحي الفواكه الجافة تخليهم بات. بالنسبة أنا منين خذيتها؟ أنا كانت عندي كيفها في المولينكس النوفو موديل يعني جدد، لكن الحق خدمت بها عامين وفسدت وما عادش تتصلح، وليت ديريكتومون للبوبيلة. خذيت هذه الحق من عند مدام نرجس، كانت تفكروا هاشي تبيع لوكازيون، هذه خذيتها في لوكازيون. ربي يبارك لها زاده هي ويعطيها صحة بدنها. أنا كمية الجلجلان مش نقسمها على 2، باش نزيد معاها السكر المحور زاده كيف كيف على 2 ونلحيها مع بعضها. هذايا التكستير اللي تحصلت عليه. لهنا شوفوا معايا كيفاش تكون، نوريكم كيما هكا انه ما لازمهاش تكون، ريتوها معايا، ما لازمهوش يكون مزيت برشا، وزاده كيف كيف ما لازموش يكون غبره، لازم الجلجلان يخرج شويه هذاك الزيد نتاعو. تو لهنا تحصلت على الجلجلان هذايا، باش نزيدو شويه من ماء العطرشيه. هو في بالي راه اصل الوصفه يصير بالزهر، لكن انا بصراحه ما نحبش نكهه الزهر في الحلويات. باهي بالرغم اللي عندي الزهر، وان شاء الله زاد الزهر جديد بدا ينكب، ومش نبداو ان شاء الله التقطير على قريب ان شاء الله. باهي لهنا باش نحط هكا شويه من ماء العطرشيه ونعجن بها هذايا الخليط. بسم الله. تخيلوا انتم معناتها الجو نتاع الجلجلان معاه عطرشيه والا زهر، تجي بنا ما نحكي لكمش. تو تحصلت على الخليط هذايا، تويكا باش نبداو نعملو هكا كعبورات ولا كربوعات. باهي ولهنا باش نغطسوهم في السكر المحور، ومن بعد ما نغطسوهم في السكر المحور نوليوهم. اما انا باش نحضرهم هكايا، نحضر الكعبورات لهنا قبل اوكي هبطت وحدة، وبعد نحطوه في السكر المحور. تنجمو تنقصو السكر خاطر باش تغطسو في السكر المحور، بطبيعتهم يجيو حلوين. والجلجلان مرارتو مقبولة، وهكا تعملوا الحجم حسب ما تحبوا انتم. على فكرة هما يبيعوهم كبار، يبيعوا الكعبورة كبيرة، لكن هكا احنا باش نعملوهم ميني، نقدموهم مع التاي مثلا ولا مع القهوة. تو نشوف كيفاش باش نقدموهم. علاش ما نرجعوش الوصفات القديمة والزمنية كيما وصفة المدموجة والمحكوكة ووصفة حلوى مغارف بون رجعوا لهم ملي عودنا هكا نهبطوا في القنوات من 2017. برشا ناس رجعت للوصفات التونسية الزمنية.
باش نحط تويكا كعبات التكوى هذيا، باش نحطهم في السكر المحور او كالشكل نتاعهم هكايا مرتوب. وننصحكم هنا بعد ما تشكلوهم خليهم هكا يجمدوا شويه باش ما ياخذوش برشا سكر محور. باهي نروليهم هكايا بشويه وهكايا يكونوا حاضرين. هما بطبيعتهم راهو يجيو هكاكا منمشين بالسكر، أمورهم هكايا تكون واضحة وتكون الوصفة بإذن الله ناجحة. بالنسبة للناس اللي تحب توزن الكعيبات متاعها معناتها لي بولات توزنها بالميزان، راهو الكعبة فيها 15 نجرام. نشوفوهم إن شاء الله في صحن التقديم. وهذه التكوى متاعنا من بعد ما حطيتها في صحن التقديم. إذا كان تعرفوها قبل، إذا كان جربتوها قبل، إذا كان سمعتوا بها من قبل، خليوا لي رايكم في التعاليق. لهنا بالنسبة للتقديم أنا حضرت معها قهوة، تنجموا تحضروا معها كويس تاي منعنع بعد شقان الفطر. لهنا بصراحة راهي بنينة برشا. ولهنا على فكرة هي راهي تشبه الوصفة متاع كعب اللوز، أما لكن لهنا هو جلجلان مش لوز. ممكن عاملوا الوصفة هذه قياسا عليها. وعلاش تسمي التكوى الله أعلم. إذا كان عندكم معلومات ميسالش خليوا لي برشا تعليق مزيانة. وكالعادة برشا جيمات ديما نحاول ننوع راهو شوية في الوصفات. مرات نعطيكم وصفات تونسية، مرة نعطيو وصفات شرقية، المرة الفايتة مصرية. حصيلوا كل مرة هكاك نحاول نجيب في وصفات جديدة، على خاطر القناة ما شاء الله فيها تقريبا 500 فيديو. خدمت تقريبا جل الوصفات التونسية، وما زلنا إن شاء الله نخدموا، ما زلنا نعاودوا بتجارب جديدة وبمذاق جديد. اللي يزورنا أول مرة كالعادة ما ينساش باش يخلي أبوني ويفعل الجرس باش يوصلوه لي نوتيفيكاسيون. السلام عليكم وشهية طيبة للجميع.